أهلا بكم. سمعت كلمة من مدة وكنت بدور وراها لفترة كبيرة. كلمة الأصليين. الأصليين أصحاب الأرض اللي بيدافعوا عن الحق والعدالة، العدالة الحقيقية، اللي تشبه عدالة السماء وليست عدالة القانون، أو أشباه عدالة القانون. فكنت بدور على الكلمة ومعناها، فالناس دي بتتكلم عن إن الناس الأصلية اللي بتحاول تدافع عن القانون وعن الحق وعن الخير في العالم كله، هم دول اللي يستحقوا يبقوا ناس أو بني آدمين بيعيشوا على كوكب الأرض من أجل تطبيق العدالة أصلية، وبيعيشوا على إنهم اسمهم الأصليين. هم بينفذوها بطريقة معينة قد تكون غير قانونية وغير شرعية. هجسدها لك في حاجة بسيطة زي فيلم مثلا باتمان. باتمان يعتبر رجل غير قانوني، أو رجل بيرتدي قناع، هو غير مسجل بالشرطة، ليس له علاقة بالشرطة نهائيا، ولكنه بيساعد الشرطة في القضاء على الناس اللي ما بتقدرش الشرطة إن هي تقضي عليهم. وهنا كانت الفكرة بتاعت الأصليين، اللي هو بيحاول يطبق العدالة اللي ما يعرفش حد طبيعي يطبقها، اللي هي الحاجة اللي بتبقى غير طبيعية أو حاجة فوق العادي. تمام، فأنا مش هقدر كراجل شرطي عادي إن أنا أتعامل معاها، فبيجي رجل خارق هو اللي بيتعامل مع العدالة دي. دي فكرة الأصليين اللي اتعملت في مليون فيلم. في فيلم مصري اسمه الأصليين بيتكلم عن العدالة دي، عن تطبيقها. وفي فيلم تاني اسمه تراب الماس. تراب الماس ده واحد من أخطر الأفلام اللي أنا شفتها في حياتي. له قصة، له رواية باسم تراب الماس. الرواية بتتكلم عن إن في واحد اسمه طه الزهار، والده كان بيقتل الناس الفاسدة اللي موجودين في البلد عن طريق تراب الماس. يعني بيحط لهم في الشاي وبيحط لهم في الأكل فبياكلوه، فبيموتوا موتة طبيعية على المدى البعيد بسبب إنه بيعمل التهابات على المريء بتاع الصدر. يعني قصة كده بتؤدي في الآخر إن الشخص اللي هو بياخد التراب الماس بيموت. فهو كان بيطبق فكرة الأصليين، اللي هو أنا مش عارف آخد العدالة بتاعتي بالطريقة الطبيعية، فأنا هطبقها بطريقة روبن هود. أسرق من الغني أدي للفقير، أرتكب هنا جريمة عشان أخلي الناس ما تصابش بالمشكلة اللي الشرير ده كان عايز يعملها لهم. دي فكرة الأصليين. ولكن السؤال هنا بيفتك لسكة تانية خالص. أنا شفت إن فيها فكرة شيطانية أكتر. بمعنى إيه فكرة الشيطان في معالجة الأمور؟ فكرة الشيطان هو إن يحول الظلم كله أو دايرة الظلم كدايرة كاملة. بمعنى أنا النهاردة فلان أو إكس اتظلمت في حاجة معينة، فبدل ما يعني أرضى بهذا الظلم وأقول إن ربنا إن شاء الله هيجيب لي حقي واستنى قضاء ربنا وهو هيجي مهما كنت أنت مظلوم، لا، أنا بكمل دايرة الظلم. بمعنى إني بعمل نوع من أنواع الانتقامات من الشخص اللي ظلمني، فكده أنا بقيت ظالم زيه لأن أنا عملت ظلم عليه وكملت